معانا سؤال عن بعض الأمهات عاوزة دعم نفسي في فترة الامتحانات عشان الضغوط اللي بتتعرض لها مع الولاد، وبجانب ان الأولاد كمان مش حاسين بأي حاجة ولا شغالين نفسهم بالامتحانات أصلا. السؤال ده ليه شقين. الشق الأولاني طبعا تعالوا نتكلم عن الأم في وقت الامتحانات. أول حاجة أنا هعرفك اللي انتي بتعمليه ده فايدته ايه، والحاجة التانية هديكي بقى الكلام الجميل اللي انتي محتاجاه. اول حاجه انتي بتعملي ايه؟ ام بترعى اولادها وبتفضل وراهم لحد ما يخلصوا امتحاناتهم على خير. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الوالد راعي والام بترعى اولادها. طيب دلوقتي انا كأم مضغوطة في الامتحانات جدا وعايشة ضغط نفسي وتعبانة ومش قادرة والولاد طلعوا عين. انا عايزة اقولك ان ربنا بيحبك. اعتبريني بقى رسالة جايالك من الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لان حضرتك بتقومي بمهمة عظيمة جدا. بعض العلماء اعتبروا ان رعاية الام لأولادها في البيت وحسن تربيتها ليهم ده بيعادل اكتر من الجهاد في سبيل الله. فتخيلوا بقى لو بلدنا قالت يلا بينا نجاهد في سبيل الله، وبدأنا بقى نعد العتاد والمهام والأسلحة للجهاد في سبيل الله. تخيلي المشقة عاملة ازاي. حضرتك بتعملي درجة أعظم من الجهاد في سبيل الله. انتي بتجاهدي بس في بيتك وفي أولادك. أنا أعرف بعض السيدات الخليجيات بيسيبوا ولادهم للشغالة الفلبينية، وبتخرج هي تتفسح وتتبسط وتروح النادي وتعمل المانيكير بتاعها وتهتم ببشرتها وكل حاجة، لكن ما تعرفش أي حاجة عن ولادها. عارفين بعد سنين بنكتشف ان الاولاد دول حاصل لهم ايه؟ انا مش عايزه اقول لكم بقى. يا تحرشات، يا معقدين نفسيا، يا متدمرين نفسيا، يا ما عندهمش ثقه بالنفس، يا كارهين امهاتهم، يا اما مش عارف حاجه عن نفسه، يا اما طالع مشوه اصلا من الداخل. كميه الامراض النفسيه اللي بنشوفها في الاولاد دي بسبب اهمال الام. عرفتي بقى ليه يا ماما يا جميلة يا سكرة حضرتك بتاخدي أجر عظيم عند ربنا؟ لأن ببساطة حضرتك مش بس بتهتمي بأولادك، لا، انتي بتطلعينا شباب وبنات صالحين نفسيا. حضرتك بتطلعينا مجتمع بينشأ على فطرة الله اللي هي الفطرة السليمة اللي بتخلينا بعد كده لما نتعامل معاهم نبقى مبسوطين. وفي نفس الوقت انتي بتطلعيهم جاهزين للحياة. ما هو انتي لما بتراعي بتظبطي الثقة بالنفس عند ابنك. انتي لما بتراعي اولادك وبتحسني تربيتهم حضرتك بتطلعيه من الداخل عنده تقدير لذاته. لما حضرتك بتربي صح حضرتك بتطلعيه عارف دينه. ونتكلم بقى في دي ونفتح ونقول مواضيع كتيرة قوي. انه اللي لا يعلم دينه سبب اغلب المشاكل النفسية هي عدم معرفة الانسان بدينه. على فكرة الاكتئابات اللي بقينا نسمعها كل شوية، الشباب اللي ضايع مش عارف راسه من رجله ومش عارف يعمل ايه ويروح فين، كل ده بتتقيه انتي عن طريق انك بتربي اولادك تربية حسنة وبتقفي معاهم في فترة الامتحانات. فانا عايزاكي تاخدي الموضوع بالراحة. وده بقى الجزء الجميل اللي انا جاية اقولهولك. انتي بتاخدي اجر واجر عظيم، وربنا يعني بيحبك جدا. ولكن المشكلة ان انتي هتقولي لي بس انا تعبانة ومضغوطة، وهو ده اللي بقى جاية النهاردة اقولك عليه. انتي تعبانة عشان اخده الامر على كتافك هنا اهو، متخيلة انك انتي اللي هتعمليه ده لو ما عملتيهوش وما اهتمتيش بالدرجة الفظيعة دي وما جريتيش وراهم وما ما صحيتهمش بدري ومش عارفة بقى اقعد وخلص ده النهاردة، انتي كده الامور هتخرج بره السيطرة. لكن انا جاية اطمنك واقولك انه اصلا كل شيء عند الله مكتوب. خلي بالكم المستقبل مكتوب عند ربنا في الماضي. والموضوع ده مهم جدا ويطمنك. يعني ايه؟ يعني لو انتي متخيلة ان ابنك ومذاكرته دلوقتي حالا هي دي اللي هتخليه ينجح، هقولك لا. الله سبحانه وتعالى كتب كل شيء في اللوح المحفوظ عنده. فاطمن وانا بذاكر لابني ان شاء الله ابني هينجح، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى كتب ده، لان احنا بنسعى بس احنا ما نعلمش الغيب. عشان كده ربنا طلب مننا ان احنا نسعى ونجتهد. لما تعملي ده وانتي عندك معلومة
انه كتب ان شاء الله النجاح او كتب الشيء اللي انت نفسك فيه، ده بيطمنك، فبتشتغلي معاه بالراحة من غير توتر من غير عصبية. فيها ايه لما تعملي المشروب المفضل بتاعك وتغسلي وشك كده وتحطي لك صبع روش كده وتهدي وتبدأي تقعدي عشان تذاكري مع الأولاد؟ فيها ايه لو حضرتك مثلا قبل ما تبدأي المذاكرة تقري آية الكرسي وسورة الفاتحة لمجرد ان انت تهدي بالقرآن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وبعدين نبدأ نقعد مع الولاد ونذاكر لهم. بس خلي بالك بقى في حاجة مهمة، لو انت محسسة الولاد ان انت اللي مهتمة والموضوع كله جاي منك، الطفل بيرمي المسؤولية على والدته. لكن لو حسستيه انه خلي بالك انا الحمد لله ذاكرت وكبرت ودخلت كلية ونجحت وانا دلوقتي متزوجة ومنجبة حضرتك، انت بقى اللي عليك مسؤولية ان انت تذاكر، فانا قاعدة مشرفة. يعني ما تحسسيهوش انه انت طول الوقت لازم اللي تذاكري وتسمعي وبتاع، لانه الاطفال والله العظيم صدقوني ده عن تجربة شخصية بيحسوا ان احنا اللي بنذاكر، بيحسوا ان احنا اللي داخلين الامتحان فبيسيبونا بقى يطلع يجري يقول لك يا ماما بقى الكتاب معاكي اهو اتصرفي، فتبقي انت اللي تعبانه. لا، لازم تعرفيه من اول ما تقعدي معاه كده وتذاكري له وتقولي له انا مشرفه، بس انت ذاكر وانا قاعده اهو مستنياك تسمع لي حاجه الفلانيه، انا قاعده منتظره انك تحل الامتحان وابص عليه. فلما يحس ان المسؤوليه عليه هو، دي هتخليه يلتزم ويقعد. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، حضرتك بقى في حاجة اسمها ثواب وعقاب. ربنا نفسه لما تعامل مع البشري عشان يعلم ان الانسان بيجي بالطريقة دي، جعل لنا جنة ونار، فحضرتك برضو تتعاملي مع ابنك بنفس الطريقة، ثواب وعقاب. والله هتقعد تذاكر وتخلص كذا، هديلك مثلا وقت على اللعبة الفلانية، او هديلك بكرة المصروف، او هخليك تخرج اخر الاسبوع مع اصحابك او كذا. والله لو ما تعملش ده ما تزعلش مني، مش هتاخد المصروف، مش هتروح اليوم الفلاني النادي بتاعك، وهكذا. يا جماعة ما تسيبوش الدنيا مفتوحة كده، الطفل يبقى عارف انه هيذاكر مش هيذاكر، هو كده كده اخد اللي هو عاوزه. لا. طيب غير كده يبقى احنا هنحسسه ما هو بالمسؤولية انه هو اللي المفروض يذاكر وانا مجرد مشرف. افكره كمان بالنتيجة، يعني انه انت لو ذاكرت واهتميت بمسؤوليتك ده هيخليك تخرج تطلع للسنة الجاية او تخرج يعني من المواد الدراسية ناجح. طب لو ما حصلش، تبدأي تفهميه صحابك هيطلعوا وصحابك هينجحوا وصحابك كذا، وانت اللي هتبقى في الايه، في الصف الاقل. المواضيع دي مهمة يا جماعة، خاطبوا العقل، اتكلموا مع ولادكم بالعقل بدل الصريخ. الصوت العالي والله العظيم ما بيدخلش المعلومة. يعني قبل ما هتصرخي كده اهدي، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. طبعا نبقى عارفين الشيطان قاعد معانا في الأوضة عادي، بس احنا هنخليه يعيط ازاي؟ ان احنا نذكر الله. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، نقولها كذا مره ونهدى كده، تاخدي نفس كده وتهدي. لو هتلاقي نفسك هتتعصبي وتبداي تقولي له الاتي، ماشي؟ تتكلمي معاه بالراحه واحده واحده. انت طيب نفسك تطلع ايه؟ انت شايف الامتحانات دي ملهاش لازمه؟ هيقول لك اه طبعا، لانه عايز يطلع يجري ويلعب. قولي له طيب ايه رايك كل حاجه، حتى انت في الجيمز بتاعتك انت بيجيلك اختبار عشان تطلع الليفل اللي بعده، اعتبر ده برضو جيمز وان ده اختبار بتاعنا عشان نروح الليفل اللي هي السنه اللي جايه، وهكذا. لما بتقعدوا تاخدوا وتدوا مع اولادكم بالكلام، العقل بيفهم وبيستوعب الكلام، وحضرتك بتخزني كل الكلام ده دلوقتي عنده في العقل الباطن، فيبدأ يهدى وهو بيتعامل. ودايما اتعاملوا بالمكافآت، لو عملت كذا هديك كذا، لو عملت كذا هنزلك تلعب كذا، لو عملت كذا هقولك اليوم الفلاني نروح في كذا، وهكذا. يعني ادوا دايما مكافآت. فده مهم جدا. حضرتك بقى وانتي بتذاكري وانتي بتتعاملي معاهم، حطي نفسك في مود الروقان. ازاي؟ كل ما تيجي تتعصبي افتكري اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لا، انا لما بتعصب الشيطان هو اللي بيفرح وانا اللي بتضايق وبتعب. لا، انا هاخد نفس. النفس يا جماعه بيهدي الانسان وبيطلع طاقه الغضب من جوانا. يعني لما تاخدي نفس، لو ضربات قلبك زايده هتلاقيها هادت خالص. نفس عميق ونقعده جوه صدرنا كده ونطلعه بالراحه ونهدى. اعملي مشروب لذيذ يكون بيغير لك مودك. انت كمان كافئي نفسك، لو قعدتي مع الولاد شويه وعملتي معاهم مجهود حلو انت راضيه عنه، او خلصتوا اللي وراكم مثلا، قومي كافئي نفسك. كافئي نفسك بشوكولاتايه، كافئي نفسك بانك ترتاحي شويه تفصلي.
انت كمان اقعدي العبي على الجيمز شويه، اشمعنى هو يعني. تمام. المهم انك انت كمان تبقي بتتعاملي مع نفسك بالراحه. التوتر والعصبيه كلنا بنعملها، بس مش عشان احنا بنتوتر من اللي بيحصل، لا، عشان احنا اتعودنا. العقل البشري اتعود انه اول ما الولد ما يسمعش كلامي اصرخ، اول ما البنت مش عارفه ايه تستفزني اصوت. لا، اتعاملي بطريقه البدايل. بدل ما اعمل كده، طب انا هقوم 5 دقايق اجيب كوبايه ميه واجي الاقي حضرتك خلصت ده. اصل انت لو ما عملتش ده مش هتاخد المكافاه الفلانيه، بس وسيبيه بقى. ما عجبوش حاجه، خلاص يا جماعه سيبوهم هم. يعني لو حلوا غلط المدرسين هيتصرفوا معاهم، وهو لما يلاقي نفسه يعني حصلت له مشكلة، هو ده اللي هيخليه يهتم بعد كده، مش كل حاجة كلام حضرتك. يعني ما تعتمدوش دايما ان الولاد من كلامكم هيخوضوا التجربة بقى ويسمعوا الكلام، لا. لازم تبقي عارفة ان الطفل لازم في بعض الامور يخوض التجربة، فانت اتكلمي معاه بالراحة، واعملي نظام المكافآت، وحسسيه انه هو المسؤول مش حضرتك، انت مجرد مشرفة، انت مجرد هتبصي بس على الحل بتاعه، انت مجرد هتسمعي له، وبعدين سيبيه بقى ياخد التجربة. ولازم تعرفوا ان ربنا سبحانه وتعالى كتب، خلاص كتب كل حاجة على الانسان. دي حاجة. الحاجة التانية، الله هو اللي بيختار لنا حياتنا، احنا بنسعى، لكن سيبوا الاختيارات لله يا جماعة. مش كل حاجة زي ما انتوا عاوزين، ومش الدرجة النهائية هي اللي بتبين ان الطفل ده ذكي ولا كويس ولا لا. في ناس بتبقى مش جايبة الدرجة النهائية بس بسم الله ما شاء الله عليهم مبدعين. فما تربطيش دايما انه الدرجات النهائية هي دي اللي هتخلي ابني يبقى شاطر. الشطارة مش بالدرجات النهائية. يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل العقل مبدع وخارق وعنده قدرات، حضرتك بتطفيها بقى باسلوبك وعصبيتك ونرفستك. فاهدي كده يا قطه، وروقي واتبسطي، واشربي مشروبك المفضل، واذكري الله، وادعي له في صلاتك، واعملي وخدي بالاسباب واسعي، وصدقوني والله العظيم الله سبحانه وتعالى هيرضيكم وهيكرمكم وهيفرحكم، عشان انتوا تستاهلوا.